وصفة قمر الدين اللي كانت ترند الأسبوع اللي فات. أنا بصراحة شفتها زيكم وقلت هجربها علشان أنا لازم أعرف الوصفة دي حلوة ولا لأ، لأن بجد كانت نتيجتها كانت حلوة في الفيديو، فأنا قلت لازم أجربها بنفسي علشان أشوف الطعم عامل إيه. أنا معايا 2 كيلو من الجزر، كيلو من السكر، 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من الجيلاتين البودرة، وهنحتاج شوية صغيرين جدا من ملح الليمون، وكمان نص كوباية مية، وهنحتاج كمان معلقة عسل جلوكوز. دي المكونات بتاعتنا، هي بسيطة جدا جدا، ما فيهاش غير السكر هو اللي غالي شوية. أول حاجة هبتدي إن أنا أبشر كمية الجزر كلها، وممكن نقطعها بس يعني البشر هيساعد ان هي ما تاخدش وقت على النار. هناخد بقى بشر الجزر ده نحطه في حلة تيفال او مثلا جرانيت او سيراميك، بلاش حلة ستانلس لانه ممكن يتحرق منك. هنحط عليه السكر ومعلقة عسل الجلوكوز، وهنبتدي ان احنا نغطي الحلة ونسيبهم على النار تقريبا كده حوالي نص ساعة. ولقيت الجزر بدأ ياخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولما بدأت ان انا ادوقه لقيته بدأ يستوي، فسبته شوية كمان لحد ما بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، استوى اكتر. دقته هنا في المرحلة دي لقيته استوى قوي ومش بيتمضغ معايا، يعني كأنه مستوي جدا. في المرحلة دي لو عندك هاند بلندر هتضربي الخليط دوت لحد ما يبقى ناعم جدا، بس بصراحة الهاند بلندر عندي بايظ، فانا سبت الخليط يبرد شويه علشان الخلاط يقدر يستحمل سخونه الخليط، وبدات ان انا اضربه بدون اي ميه بدون اي حاجه، الخليط فقط بس في الخلاط. وبعد كده ضربته لحد ما بقى بيوريه ناعم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنبتدي بقى ان احنا نحط الخليط تاني في الحله، وهجهز بقى معايا 3 معالق النشا زائد 3 معالق الجيلاتين، واحط نص كوبايه الميه واقلبهم كويس جدا لحد ما الخليط يبقى متجانس جدا. لو حسيتي ان نص كوبايه الميه كانت قليله ممكن تزوديها حاجه بسيطه لحد ما الخليط يدوب معاكي، وبعد كده هتضيفيهم على الخليط وتقلبي كويس جدا جدا جدا، وهتسيبي بقى الخليط ده. وخلي بالك ان هو بيبقبق كتير كده. شايفين القوام هنا عامل ازاي؟ لسه مش قوي يعني مش تقيل قوي. هنا في اللحظه دي هنحط ملح الليمون. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو يا ريت تكتبي لي بتتابعيني منين عشان بفرح قوي بتفاعلكم مع الفيديو، وكمان صلوا على النبي علشان كلنا ناخد ثواب. وخدوا بالكم وانتوا شغالين يا جماعه عشان هو بيعمل فقاعات كده، فدايما غطي الحله او ابعدي وشك او يعني جسمك عن الحله عشان ما يحصلكيش اي اصابه. وفي اللحظه دي كنت وصلت للقوام اللي انا عايزاه، قوام بيبقى على المعلقه ما ينزلش من عليها، تقيل شويه علشان نبتدي ان احنا نصبه في القوالب بتاعتنا او نحطه في الصواني بتاعتنا. انا هنا جبت الصاجه دي وفرشتها ببلاستيك استرتش زي ما انتوا شايفين، ودهنتها كويس جدا بالزيت، وبدات ان انا انزل تلتين الخليط في المرحله دي، لان احنا لسه هنعمل صاجه صغيره زي بالظبط ما قالت اللي انا شفت الوصفه عندها. هي قالت ان احنا هنستخدم صاجه 60 في 40 وصاجه اصغر منها اللي هي 30 في 40، فانا هنا صبيت الخليط تلتين بالظبط منه، حطيته زي ما انتوا شايفين كده، والتلت الاخير هحطه في الصينيه التانية. بدات ان انا افرده بالسباتيولا كويس جدا، وبعد كده بدات ان انا اجيب السكرابر دي واساوي الخليط بحيث ان هو يدي شكل متساوي جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الوصفه عملتها زيها بالظبط، مغيرتش اي حاجه ولا حتى في المقادير ما حطيتش ولا ربع معلقه من اي حاجه زياده، ولا جودت في اي مقادير غير اللي هي قالتها. طبعا بيتساب تقريبا من 3 ل 4 ايام عشان يبتدي ان هو ينشف زي ما انتوا شايفين كده. سبته لحد ما نشف تماما علشان ابتدي ان انا اخرجه بقى من الصواني ونشوف طعمه عامل ازاي. وعاوزه اقول لكم ان انا في الصينيه التانية دي الصغيره نسيت ادهن زيت، وقلت عوضي على الله في الصينيه الصغيره، وهنشوف دلوقتي الصينيه الكبيره عملنا فيها ايه. هنا بقى جبت السكينه عشان ابتدي ان انا اقطع، وبدات ان انا اقطعه شرايح زي ما اتعمل في الفيديو بالظبط. بصراحه كان القوام متماسك جدا وحلو وشبه قمر الدين جدا في القوام زي ما انتوا شايفين كده، بس يا جماعه طعمه لا يمت بصله لقمر الدين. انا خليني صريحه معاكم، انا عملت جزر وسكر، هيجي طعم قمر الدين منين؟ طعم قمر الدين مشمش. هي قالت في الفيديو انها ما حطتش روح المشمش رغم ان هي كانت في ايدها في الفيديو، بس ما حطتهاش عشان هي ما لقيتهاش بسهوله وعلشان تسهل عليكم. وبعد كده اكدت في الفيديو جدا ان هو طالع طعمه قمر الدين بالظبط. بصراحه يا جماعه والله العظيم انا عملت اهو وبقول لكم طعمه لا يمت القمر الدين بصله، قسما بالله وربنا شاهد على كلامي ملوش علاقه بقمر الدين تماما. طعمه جزر، وجزر مسكر قوي بزياده لان الجزر اساسا مسكر، واحنا حطينا ل 2 كيلو جزر كيلو سكر، فطبعا كتير جدا ان انا احط كل كميه السكر دي لان الجزر اساسا مسكر. وفي بعض الفيديوهات اتعمل نفس الوصفه وحطوا عصير برتقان، وفي ناس حطت جيلي مشمش.
كل الوصفات دي يا جماعه بجد خدعه، مع احترامي الشديد جدا لكل اللي عملوها. اللي عايز يعملها بالطريقه دي ياكلها كده، لكن ما تقولوليش ان انا هحطها على النار تاني واحط عليها نشا ومش عارف ايه عشان اعملها مهلبيه او حتى اعملها عصير قمر الدين. كده كده لو انا عايزه اعمل كل ده، طب ما انا اختصر الخطوه اللي احنا عملناها دي وكنسل الجيلاتين واحط عصير برتقان وخلص الموضوع. فاهمين قصدي؟ يعني احنا ممكن نسلق الجزر ونحط عصير برتقان عليه وخلص الموضوع، بدل الفرهده الكبيره قوي دي، وفي الاخر ما اديناش لا نتيجه لا لون ولا طعم قمر الدين، هو شكل فقط. وطبعا كلامي ليس تقليل من صاحبه الوصفه اطلاقا، انتوا عارفين ان الاكل اذواق وممكن حد تاني يعجبه حاجه وحد تاني لا، فانا بصراحه قلت لكم رايي الشخصي فيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، كنت معاكم زينب زياد.